السلام عليكم متتبعي الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه: بلاغ ناري من جمعية آباء وأمهات التلاميذ بخصوص إضراب نساء ورجال التعليم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانضمام إلى القناة لتتوصلوا بجديد أخبارنا. أصدر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب بيانا تصعيديا جديدا تفاعلا مع استمرار الإضراب الذي يخوضه الأساتذة خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على مضامين وبنود النظام الأساسي الجديد. واستنكرت الفيدرالية في بيانها حالة العبث التي تعيشها المدارس العمومية جراء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا. وأما هذا الوضع، حملت الفيدرالية المذكورة المسؤول الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأطر الإدارية والتربوية حول منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع، معتبرة مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار، وأن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزيد من المساواة. ونددت الفيدرالية بكل الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة بكل أشكالها، داعية مجددا إلى تغلب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الوطن والفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية الغير مسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية. ودعت الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل للفيدرالية الوطنية للدراسة للسبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم، ولمناقشة مطالب الأمهات والآباء، وعلى رأسها توفير التعليم جيد واحترام الزمن المدرسي، وتوفير مدرسة ومدرسات ذوي كفاءات عليا وتكوين عالي.